بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة بقى الفيديو المنتظر، الفطير المشلتت. اظن ده ما يختلفش عليه اتنين. زي ما انتوا شايفين مورق واللون مظبوط، وكان الطعم والريحة حكاية. زي ما متعودين، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول قبل ما نبدأ في الوصفة بتاعتنا. مبدئيا كده طبعا بننخل الدقيق. انا بجيب الدقيق العادي جدا متعدد الاستخدامات، بحط له كده رشة ملح طبعا للسنة، وعندي المية دي فترة، يعني أنا مش عايزاها مية ساقعة من الحنفية. بحط لكل كيلو معلقة كبيرة من السكر. طبعا بدوب الأول السكر في المية، وهنا كده أنا بقلب شوية الملح اللي حطيتهم على الدقيق، وننزل بقى بالمية الأولانية اللي دوبنا فيها السكر، وبعدين حبة بحبة. الكمية دي كانوا 4 كيلو دقيق. انا بعمل الفطيرة كيلو دقيق لان احنا بنعمل الفطيرة كبيرة بحجم الصينية بتاعتنا. طبعا انتي لو حابة تعملي الفطيرة صغيرة ليك الحرية، احنا بنعملها كبيرة على حجم الصينية. طبعا كده دي فطير يعني عجين مظبوط. عايزة الفطير يطلع مظبوط، اهم حاجة اخدميه كويس جدا في العجين. هو بياخد وقت، لو هتعجنيه في العجان مش اقل من ربع ساعة عجن. طبعا على ايديكي هو بياخد مجهود شوية، لكن اهم حاجة علشان تاخدي نتيجة مضمونة. زي ما انت شايفة عجينة ملساء، مش بتلزق. آه زي ما انت شايفة العجينة بتنعم كده، وطبعا بتمط زي الاستك. لازم عجينة الفطير تعجني فيها لغاية ما تاخد عرق وتبقى بالمنظر انت شايفة ده. كده العجينة بتاعتنا خلصت. نيجي لتاني تركة، السمنة. طبعا فطير يعني سمنة بلدي، السمنة مش متسيحة. السمنة أنا بطلعها من قبلها بيوم، تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني هي ساقعة بس مش متجمدة علشان أعرف أفكها. ده كيلو من السمنة البلدي، بحط له ربع كيلو زيت، طبعا زيت يكون زيت نضيف. بقلب السمنة مع الزيت كده، أفككها وأربها كده لغاية ما تبقى عاملة معانا زي الكريمة، زي ما انت شايفة كده. كده السمنة بتاعتنا جهزت، نركنها على جنب ونيجي بقى لمرحلة تقطيع العجين. كل فطيرة بتاخد كورتين الأول بيكونوا كبار شوية، كورتين اللي هم بتوع الوش بتاع الفطيرة وآخر راق في الفطيرة. قاعدة الفطيرة ووش الفطيرة بيبقوا بنقطعهم كورتين كبار شوية عن التانيين، وعلى قد ما تقدري تصغري الكور. وفي نفس الوقت أنا عايزاكي تنعمي الكورة كويس، تبقى الكورة طالعة مظبوطة كده وناعمة، مش عايزة ليها حروف ولا حاجة. اظبطيها كويس. بكون مجهزة طبق فيه زيت، بغطس الكورة في الزيت واركن لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها، ونرجع بعدين نعدهم ونقسمهم. يعني ممكن الفطيرة تكون 30 كورة، 30 كورة تطلع معانا 30 راق. كل طبعا ما العدد يبقى اكتر، كل ما تلاقي الفطيرة مورقة معاكي والنتيجة احسن. بخلص الكمية كلها مرة واحدة. ونبدأ بقى، أنا بعدهم علشان أعرف أقسم بالظبط عدد الفطاير بتوعي. يعني دول 4 كيلو دي هيعملوا لي 4 فطاير. زي ما انت شايفة بعملهم كده كوم، كل كوم فيه كورتين كبار وبقية الكور الصغيرة. بنبدأ بأول راق، طبعا اللي هو القاعدة اللي بتبقى كبيرة، الكور الكبيرة شوية. افردي بقى على قد ما تقدري. طبعا أول واحدة بنعملها على الصينية اللي هنخبز فيها على طول. تحطي راق وتحطي سمنة، تنزلي راق وسمنة، راق وسمنة لغاية ما تخلصي. أهم حاجة زي ما انت شايفة كده، حاولي وانت بتبططي الصينية تبان من تحت. أنا عايزة الراق يبقى شفاف. لو راق اتخرم منك اتقطع منك مش مهم، ما يجراش حاجة. أهم حاجة حاولي تخلي كل راق من الفطير رقيه على قد ما تقدري يكون شفاف. طبعا ما بيتبططش على دقيق. الرقات بنفردها، بنبقى دهنين الصينية زيت اللي بندهن عليها، وكل راق وراق بنحط من السمنة اللي احنا مجهزينها لغاية ما بنخلص كل الرقات بتاعتنا. واخر حاجة بقى بناخد
الكورة الكبيرة اللي إحنا سايبينها للوش بنفردها برضه بنفس الشكل. وهتشوفي بقى دلوقتي، أنا معلش الفيديو طويل، أنا عارفة الفيديو طويل، لكن أنا ما حبيتش إن أنا أضيّع لكم أي مقطع علشان أدّيكم كل المعلومات. زي ما أنتِ شايفة بقى دي آخر واحدة اللي هي الوش، بتبقى طبعًا كبيرة. افردي بقى زي ما أنتِ شايفة كده، خلّيها تغطي كل الفطيرة، والآخر زي ما أنتِ شايفة بإيديكِ بقى كده، ودخّلي كل الطروف دي من تحت الفطيرة لغاية ما تلاقيها كوّنت معاكِ دايرة مضبوطة. طالما أنتِ رصيتِ الرقات كلّها فوق بعض مضبوطة، الفطيرة هتطلع معاكِ كلّها مستوى واحد، ولا بقى تطلع ملوحة ولا تطلع جنب وجنب، زي ما أنتِ شايفة بالجمال ده. برضه بنحط على الوش سمنة برضه من اللي إحنا مجهزينها. طبعًا لو حابة تعمليه بسمنة بلدي صافي ممكن، لكن إحنا بنحب نحط له ربع الكمية زيت، بتخلّيه يتنفخ معاكِ في الفرن وبيبقى خفيف، ومش بتأثّر على ريحته ولا طعمه ولا أي حاجة. بنركن كل الفطاير بقى لغاية ما نخلّص كُلّه، نيجي وقت الخبيز أول واحدة اتبطّطت خالص نشتغل فيها. زي ما أنتِ شايفة بقى طالما الفطيرة ارتاحت معاكِ، يعني ممكن بعد الموضوع ده سيبيها نُص ساعة، تيجي بقى تفردي زي ما أنتِ شايفة طبعًا بتتفرد بكل سهولة، ولا بتتلوح مننا ولا أي حاجة. افردي بقى الفطيرة سمك معقول. أنا زي ما قُلت لِك كده الفطيرة بتاعتنا بتبقى عبارة عن كيلو دقيق بنعمله فطيرة. هتشوفي منظر الفطيرة طبعًا شُفتيها في أول الفيديو كانت عاملة إيه. بنفرد بقى كويس جدًا الفطيرة بتملى الصينية بتاعتنا دي. الصينية دي تقريبًا قطرها 60 سنتي، 70 سنتي، الصينية اللي هي بتاعة العشا بتاعتنا اللي في كل البيوت، الصينية الألمونيا اللي بنتعشى عليها دي. زي ما أنتِ شايفة بقى اتفردت معانا أهي بكل سهولة وبقت بالجمال ده. في الوقت ده كان الفرن معانا بيسخن، لازم تدخّليها الفرن يكون سخن الأول، علشان الفطيرة معاكِ ما تلاقيهاش سكّعت كده، عايزين الفطيرة تدخل الفرن سخن تلاقيها بسرعة شالت. أنا هاوريكِ مراحل التسوية، أنا مش باحطها في الفرن وباسيبها، أنا بافضل قاعدة طول ما أنتِ قاعدة قدّام الفطيرة ديّري، ديّري علشان خاطر تلاقي الفطيرة كلّها واخدة نفس اللون، ما تلاقيش الفطيرة لسعت منِّك من جنب، وجنب أبيض، جنب استوى وجنب ما استواش. زي ما أنتِ شايفة الفطيرة بتتنفخ، والنتيجة كانت بجد تحفة، أظن الفطير بيتكلم عن نفسه. أتمنى لو استفدتوا منّي، ما تنسوش تدعموني بلايك. أنا بقى زي ما أنتِ شايفة أنا باقطّع الفطير بالشكل ده 4/4 كده، باشيله في أكياس في الفريزر، الربع تطلّعيه قبلها بشوية، كإنه لسه مخبوز، سخّنيه في الفرن بيبقى خطير. بس كده أنا خلّصت الفيديو بتاعي النهارده. باحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.